السقف يركب على كمر والكمر على عمدان، مظبوط. وضع حالي عباره عن حيطه مبنيه على سقف مفيش تحتها كمرات، وها مكان العمدان انت لغيت العمدان ونقلت على حيطه جوه، وحيطه حامله وحيطه 12، والحيطه دي كمان لازم تتزود حيطه تاني جنبيها، لازم تبقى 25. هتتزود من هنا، هتتزود من هنا بعد ما تزرع الكاميرا وتعرف ابعاد الكاميرا بتاعتك من هنا ولا من جوه، عشان الحيطه لما تزيد فوق الكاميرا برضه. بعد اذن السيادة، وصلت؟ بعد اذنك يا هندسه ممكن نقول هو احنا دلوقتي لو كسرنا. لا ما تكسرش. طب ما غلط. طب اصبر على كلامي بس. هتألف. بص اصبر على كلامي، مش هألف. قول. بص اكسر في العمود ده شويه مثلا 20 سم وازرعهم تزرع في العمود تحت الكاميرا. وشالت مين؟ ايه؟ شالت مين؟ العمود كده. يعني ايه تزرع؟ يعني ايه تزرع كده؟ يا باشمهندس بعد اذنك. ايوه ما انا معاك اهو، كسرت 20 سم وعملت ايه هنا كده؟ ما انا ادخلها تحت الكاميرا. ايه هي بقى اللي هتدخلها؟ ايه هي؟ الكاميرا الجديده. فين هي الكاميرا دي؟ ما انا هعمل الكاميرا بقى. هي دي كاميرا اللي طالعه بره ال 50 سم دي كاميرا؟ دي تقطم تشيل سقف كله على خرم. طب ما محمله من هنا على هنا ومن هنا على هنا. مين اللي قال لك انها محمله؟ هي قالت لك انا محمله؟ ينفع ان انا احط كاميرا طايره كده بمسمار خرم؟ انت بتركب بتاع ستاره؟ ده سقف. رأي، انا مفيش اراء. طب هقول لحضرتك بس يا حاج انت جايبني مهندس، ما تقولش فكره. ماشي. لا ما تقولش فكره، انا بكلمك هندسه ومش بغلط فيك. انا بس بتحمي على المهنه، ما فيهاش تأليف. لا ما فيهاش